ايه رايكم في العجينه الجميله دي؟ بصوا العجينه دي احلى حاجه في كل حاجه. عجينه هنعمل بيها كل حاجه، اساس الصابون السائل، اساس البرسيل جل، اساس تنظيف البطاطين، الغسيل، السجاد، تحفه في كل حاجه. وهي اساس كل حاجه، يعني هتاخدي منها حبه تعملي منها صابون سائل، تاخدي منها حبه على مكونات تانية، يعني تاخدي منها حبه تانيين هتعملي منها مكونات للبرسيل جل. ممكن تحطيها كده زي ما هي في الغسيل الابيض تخليهولك قشطه، ممكن تحطيها هي كده زي ما هي على السجاد وانتي بتدعكي السجاد تخليهولك ينور ويزهزه ويجيلك كانه جديد. حاجه من الاخر. بصي يعني كده هجرب لك الرغوه بتاعتها، كل الكلام ده قبل ما هنخش في الفيديو عشان افتح لك نفسك عشان تشوفي الفيديو. بس يلا، وعجبك يا ريت تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي بحبه صغيرين، بصي هتعمل رغوه ازاي. بصي الرغوه عامله ازاي. طبعا انا لونتها عشان خاطر التصوير بس، لكن لو انا عليا انا مش هلونها، هخليها كده اهوت تنفعني في كل حاجه وفي اي حاجه. غسيل ابيض ماشي، غسيل الوان ماشي، في كل حاجه في كل حاجه ان شاء الله. عشان نبدا الموضوع ده خليكم معايا وهنبدا على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صابون البلدي العادي، عملته معاكم في القناه كذا مره وفي قنوات كتير قوي عاملاه. صابونه بلدي او كذا حته صابون، مش صابونه واحده، دول كذا حته صابون. تبشريهم بالشكل ده، وبعدين يا اما تحطي عليهم ميه مغليه وتقلبي فيهم لغايه لما يفكوا ويسيحوا، او هتعملي زي لو انت مستعجله وتحطيهم على النار. انا هزود ميه كمان عن كده وهحطهم على النار لغايه لما يسيحوا. هنحطهم على النار دلوقتي اهو كده. بص ساحوا، مفيش اي تكتلات في الصابون. بصي اهو كده وهو سخن مولع. انا زودته كتير قوي، يعني انا زودته لدرجة ان انا نزلته في حاجة وحاجة تانية كمان. هنا اهو كده انا طلعت مية بسقعة عشان اساعد في التبريد بتاعه، عشان عايزة اخلص بقى التصوير وكده. بصي كل ما تحطي له مية وكل ما يبرد كل ما هيتقل ويبقى خرافة. قلنا ده الاساس في كل حاجه. عايزه تحطيه تعمليه صابون سائل، هتحطي عليه حبه صابون سائل من الجاهز، هتحطي عليه كمان معلقتين سكر مع نص معلقه ملح. هتحطي مش على الكميه دي كلها، هتاخدي كميه بسيطه تحطي عليها الحاجات دي، عشان لو هتاخدي الكميه دي كلها هتعملك كميه كبيره قوي. عايزاه برسيل جل، هتحطي عليه برسيل جل من بتاع الشركات او اللي هتشتريه من عند الراجل الجاهز. هتحطي عليه كربوناتو وزهره بيضه. هتحطي عليه اللهم صل على النبي، هتحطي عليه كلوركس الوان لو عايزاه الغسيل ملون، او كلور ابيض لو عايزاه للابيض. عايزاه للبطاطين هتاخديه كده زي ما هو كده حته على في ميه البطاطين وهتغسليها. عايزه منه تغسلي الستاير هتبقى جميل، وخصوصا في الغسيل الابيض هتخليهولك قشطه وينور. عايزاه لغسيل السجاد حته كده على السجاده وتمشي عليها بالفرشه هتخليلك السجاده تنور كأن جايباها جديد. بصي كده، بصي لما برد شويه، كل ده لسه دافي بس انا بوريهولك كل شويه كده زي ما قلت. ده اساس كل حاجه. كده هنسيبه شويه كمان هنلونه تحطيه في حاجه تانية. انا حطيته في حاجه اكبر عشان كان محتاج حاجه اكبر يعني. كده حطيت عليه حبه لون، لا كده تقيل قوي فهو كده محتاج ميه، وخصوصا ان هو لسه هيبرد تاني. انا حطيت لون قلت لكم زي ما قلت لكم للتصوير.
لكن انت في البيت مش مضطره للون، اللون ده لون صابون عادي. حبه ميه لانها تقيله قوي ولسه ما بردتش. هتحطي ميه وتقلبي يعني تلحلحيها شويه عشان هي لما هتبرد هتمسك جامد. كده انا جبت حاجه اكبر. وانتي بتزودي الميه زودي حبه حبه، ما زوديش زي ما انا بعمل كده، حبه صغيرين بحبه صغيرين وتقلبي. تحطيش كتير عشان ما يفصلش منك وعشان ما يبص منك. ده كده الصابونه وما حطيتش عليها اي حاجه تانية، يعني صابونه وميه بس. هو كده ما فصلش الحاجه، بس عايز حبه تقليب. بس لما قلبته بس يعمل ازاي. لو وصلتي معايا لغايه كده اوعك تنسي اللايك عشان الفيديو يترفع لاكبر حد ممكن، وتعملي لي اشتراك لو ما اشتركتيش معي في القناه، شاركني اشتراكك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا هنعمل اختبار الرغوه زي ما وريتها لكم في اول الفيديو. حاجه كده جنان، حاجه تحفه. ده لو غسلتي بيه البوتاجاز، غسلتي بيه السيراميك، غسلتي بيه الارضيات، حاجه جميله جدا. يعني ده صابون ده جميل جدا 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 في كل حاجه. او ممكن يبقى ايدك ورجلك في البيت كله، يعني انت ممكن تعملي الجردل ده وتحطيه جنبك تعملي بيه كل حاجه. ممكن تحطيه في الغساله، لو هتحطيه في غساله اوتوماتيك ما تحطيش معاه اي حاجه تانية، يعني مثلا ما تحطيش معاه مسحوق تاني، وممكن تحطي له حبه ملح ليمون او حبه خل عشان تنزلي الرغوه دي شويه. ولو هتحطيه في الغسالات العاديه هتحطي منه حته كده، حته محترمه. وممكن عشان تزودي الرغوه تحطي حبه من المسحوق اللي انت شغاله بيه، المسحوق بتاعك اللي انت شغاله بيه. كده خلصت الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم واستحسانكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله، في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.